من أطيب الوصفات اللي بتنعمل برمضان هي وصفات الصواني أو الفخارات. طبعًا أنا باحب أساويها بالفخار، الفخار بيحتفظ بالحرارة لوقت طويل، وصفة سهلة وبتشرّف بالعزايم، شرحات لحمة مع البطاطا بطريقة ولا أروع من هيك، رح تعجبكن كتير إذا بتحضروني لأول مرة. أنا هنادي وهي قناتي سفرة هنادي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكن كل جديد. بارحب فيكن جميعًا ومباشرةً رح نبدأ بطريقة العمل والمقادير. متل ما أنتم شايفين بالبداية بدي أجيب بهارات، فراح آخد بهار مشكل وبابريكا وملح وفلفل أسود وما بدي أكتر من هيك لبهر فيها اللحمة. بدعك اللحمة بالتوابل حتى تتشرب النكهات، وبعد هيك بضيف عليها زيت زيتون أو زيت نباتي اللي انتو بتحبوه، وإذا في عندكم ليا حطوا معاها بتطلع طيبة كتير. وضفت عصير الليمون، عصير الليمون بيطري اللحمة كتير. هلأ بخليها على جنب، وبعد هيك بدي بلش إني أحضر البطاطا. قشرت بطاطا وقطعتها دوائر أو ترانشات، وقليتها بزيت وحطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل. بإمكانكم إذا بدكم تزيدوا كمية الأكلة تزيدوا البطاطا شوي، لأنه هلأ البطاطا رح تاخد كل النكهات اللي بالشرحات، ورح تطلع من أروع ما يكون، رح تطلع دايبة دوب البطاطا والشرحات. مثل ما أنتم شايفين حطيت الشرحات فوق البطاطا من غير ما أقليها ومن غير ما أساوي فيها شي. طبعا وهي الأكلة ما بتكمل إلا إذا حطينا معاها الصوص اللي بدنا نساويه هلأ. بعصر ليمونتين كبار مثل ما انتم شايفين، وهلأ بدي أضيف عليهم كمية منيحة من الثوم، والثوم لازم يكون مدقوق منيح. بدوبه بالليمون أو بخلطه مع الليمون، وبعد هيك بدي أضيف ملح ومعلقة هريسة شطة. طبعا بإمكانكم تستغنوا عنها إذا ما بتحبوه، بس هي بتعطي نكهة كتير طيبة للصينية. وبضيف كمان شوي من زيت الزيتون حتى تطلع الأكلة مشبعة بزيت الزيتون ومنغنغة ومن أروع ما يكون. طبعا كمان ضفت شوي من المي حتى تكون الصينية فيها شوية سوائل، ما تكون ناشفة. مثل ما أنتم شايفين بضيفها فوق اللحمة، وبعد ما أضيفها مباشرة بدي أحط ورق زبدة، وبعدين بدي أحط عليه قصدير وحطها بالفرن لحتى تستوي اللحمة. بتاخد بين الساعة إلا ربع للساعة حسب قساوة اللحمة وحسب طراوتها. مثل ما أنتم شايفين بعد ما أصدرتها بحطها بالفرن على درجة حرارة مرتفعة أول 10 دقايق، وبعد هيك بنوص لل180 170، وبخليها لتستوي وتتنهنه، وحتى تصير أكلتنا فخمة ومثل أكلات المطاعم ووصفات المطاعم. بدنا نساوي لها رغيف خبز نحمره على وجهها حتى تصير حتى أحسن من وصفات المطاعم. جبت كوب ونص من الطحين وحطيت عليه شوية مي ونص معلقة سكر ونص معلقة ملح وعجنته. وبدي هون تكون العجينة ما بدي إياها تكون طرية، بدي إياها تكون ماسكة حالها شوي، وما بدي أكتر من هيك. ممكن نضيف عليها نقطتين من الزيت حتى نعمها، بخليها لترتاح عبين ما تطلع الصينية من الفرن أو الفخارة من الفرن. جيب العجينة اللي عجنتها بحط تحتها شوية طحين وفوقها شوية طحين وبفردها بحيث تكون لا سميكة كتير ولا رقيقة كتير. برش على العجينة شوية حبة البركة، مرر الشوبك عليها، بس بصراحة ما أعطت نتيجة اللي أنا بدي إياها. وبعد هيك قلبتها، رشيت عليها شوية مي حتى تلزق على الفخارة. وهلأ بدي أحطها بالفرن لحتى تاخد وجه مثل ما أنتم شايفين، وما بتاخد أكتر من 5 ل6 دقايق. وهيك صارت عنا أحلى فخارة شرحات دجاج. اللحمة منهنها نهنها، والخبزة اللي فوقها روعة. جربوا هاي الطريقة كتير رح تعجبكم. بتمنى أنه الوصفة نالت رضاكم وإعجابكم. طبعا البطاطا من أروع ما يكون. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير، وإذا عم تعجبكم الوصفات اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.